اهلا بيكم وحلقه جديده على اكس سبورتس. النادي الاهلي النهارده بيحقق مكسب مهم جدا وبيقدر من خلال نتيجته ان هو يوصل للمباراه النهائيه في نهائي كاس مصر عشان يواجه بيراميدز على حساب سموحه النهارده. وكابتن طارق العشري اللي من وجهه نظري بالشكل وبالاداء الفني كان لا حول لهم ولا قوه. سموحه تقريبا اسوا مباراه ليه هذا الموسم، مفيش طريقه لعب ولا اسلوب واضح في الملعب، خطوط كلها بعيده جدا عن بعض، مساحات كبيره موجوده وتحديدا في خط الظهر ومنطقه وسط الملعب، اخطاء كتيره موجوده في التمركز لرباعي خط الظهر، واخطاء فرديه عند الهاني سليمان ادت الى تحول نتيجه المباراه بالشكل اللي احنا شفناه. وعلى الرغم ان كابتن طارق العشري من المدربين اللي بيمتاز باسلوب لعب واضح، ان راجل بيلعب على الكومباكت ديفense او بيعمل زون ديفenس في منطقه وسط ملعبه، بيعمل بلوكات كويسه جدا ما تقدرش ان انت بسهوله تخترقها سواء بقى من على الاطراف او حتى من العمق، وبيعتمد على الهجمات المرتده والكرات الطوليه، وان هو بيلعب على الكره الثانيه، واكتر اعتماداته الهجوميه بتكون على لاعبي الاطراف اللي هم الاجنحه والونجات بجانب راس الحربه. كل ده ما كانش موجود اطلاقا في مباراه اليوم. اداره ممتازه من جانب مارسيل كولر النهارده من حيث التشكيل والبدايه وحتى القياده بتاعته والاداره اثناء المباراه على مدار ال 90 دقيقه، وده كان واضح جدا من خلال التغييرات اللي هو بيعملها. بيبين لك قد ايه ان هو مذاكر ومحضر وعايش السيناريوهات بتاعه الماتشات. وانا بصراحه بيعجبني كولر لانه من المدربين القليلين جدا اللي موجودين في الدوري اللي بيعرف كويس قوي يترجم الاسلوب والطريقه بتاعته على حسب قدرات وامكانيات لعيبته. دفاعيا يمكن النادي الاهلي كان منظم جدا النهارده، ودايما وباستمرار كانت خطوطهم قريبه من بعض، وتحديدا باكين الطرف محمد هاني وعلي معلول، بالاضافه للاثنين سنتر باك رامي ربيعه ومحمود متولي ومعاهم محمد الشناوي، وعلى استحياء كان بيخش برضه اليو ديانج، ودي كانت بتساعد النادي الاهلي ان ما يكونش فيه مساحات كبيره في وسط ملعبه، فبالتالي بتقدر ان انت تستخلص الكوره بسرعه وتقدر ان انت تبني هجمه منظمه وتعمل انتشار سريع وانتشار جيد يساعد لعيبه وسط الملعب ان هي تعمل ربط ونقل للهجمه بسرعه. وسط الملعب يمكن الراجل اشتغل بثلاثه، اليو ديانج ومحمد فخري وحمدي فتحي، نجحوا ان هم يسيطروا على منطقه وسط الملعب من خلال الاستحواذ، وده كان بيساعدهم ان هم ينقلوا الهجمه بشكل سريع في وسط ملعب سموحه باستمرار على مدار ال 90 دقيقه. واللي كان بيميز النادي الاهلي في الجزئيه دي حمدي فتحي، لان كان ليه دور بارز النهارده اثناء المباراه. دايما هتلاقيه متواجد في كل الادوار الدفاعيه وهتلاقيه متواجد في كل الادوار الهجوميه، بيحاول ان هو يوجد لنفسه حلول ويوجد لنفسه مساحات ما بين الخطوط. هتلاقيه دايما بيتحرك بالشكل ده، بيتحرك بالشكل ده، بيتحرك برده في المنطقه دي، وده كان بيسهل كتير قوي على الاهلي ان هو يطلع بالكوره وان هو يضغط سموحه باستمرار. يمكن اقلهم شويه في وسط الملعب النهارده محمد فخري، بشوف ان هو كان عنده كسل نوعا ما، على الرغم ان فخري عنده مستوى وعنده اداء افضل من كده بكتير، ويجب عليه ان هو يستغل ثقه مارسيل كولر في امكانياته، لان دي مش اول مره الراجل بيشاركه سواء كبديل او حتى بشكل اساسي. هجوميا يمكن النادي الاهلي اشتغل بشكل ايجابي افضل كتير من الماتشات اللي فاتت، قدر ينجح ان هو يكون ويشكل جبهات سواء بقى عن طريق احمد عبد القادر، ونفس الكلام بالنسبه لعلي معلول، او الناحيه الثانيه حسين الشحات ومعاه محمد هاني، بالاضافه للزياده العدديه اللي كان بيعملها باستمرار حمدي فتحي في ظهر محمود عبد المنعم كهربا. مشكله النادي الاهلي بس الوحيده في الجزء الهجومي هي ناحيه الشمال، ان علي معلول ما عندوش الانتاج القوي الهجومي اللي كان بيعمله في الفترات اللي فاتت، وده ليه اسبابه، ان دايما احمد عبد القادر قافل عليه اللعب وقافل عليه المساحات، دايما بيستلم الكوره من على الخط طوال ال 90 دقيقه، عنده برنامج واحد فقط لا غير، ان انا اول ما الكوره تجيلي هلعب واحد على واحد. ما عندوش المرونه ان انا شويه العب واحد على واحد وشويه اطلع الراجل ده واشغله معايا واعمل اوفرلاب او اعمل دبل باس او اخش في قلب الملعب او اخش في العمق واشتغل دبل باس مع المهاجم بتاعي واخد في المساحه وافنش على المرمى. لا، الكلام ده ما بيحصلش، عكس تماما حسين الشحات ومحمد هاني اللي كانوا مكونين جبهه قويه جدا النهارده في المباراه، وكانوا مسببين مشكله كبيره لسموحه. ومن خلال ذكاء حسين الشحات في الملعب ان هو بيعرف ازاي كويس قوي يتحرك، وبيعرف ازاي كويس قوي ان هو يحرر نفسه من الرقابه، شويه تلاقيه موجود على الخط وشويه يروح داخل في عمق الملعب عشان يفضي لهاني المساحه بالشكل دي، شويه ينزل في قلب الملعب ويستلم ويعمل استحواذ ويطلع مكانه حمدي فتحي، ويبقى فيه لا مركزيه ما بين كل الخطوط. وشفنا الهدف الثالث اللي احرزه النادي الاهلي، حسين الشحات بيقطع في المنطقه دي، بيعدي من الراجل ده بيضغط عليه، كهربا كان موجود هنا، بيعدي وبيعمل اوفرلاب من وراه، بيتحط له الكوره بمنتهى السهوله وكهربا بيفنشها برضو على مرمى نادي سموحه. نجم المباراه الاول من وجهه نظري محمود عبد المنعم كهربا، عمل جيم ومباراه كبيره جدا وساهم طبعا في جزء كبير
من نتيجة اللقاء أداء وشكل هجومي مختلف تماما للنادي الأهلي من خلال القدرات والإمكانيات المهارية اللي موجودة عند كهربا. وبشوف إن كهربا النهاردة بين ووضح الدفوهات الكبيرة اللي موجودة عند محمد شريف وموجودة عند شادي حسين، على الرغم إن هو ما بيشاركش بنفس الكم والعدد بتاع الدقائق والماتشات، لكن الإمكانيات موجودة والعقلية موجودة والتحركات والذكاء موجود. قدر بأقل الحلول وبشكل سلس وبسيط ان هو يصنع الفارق للنادي الاهلي. واعتقد ان كهربا لو استمر بنفس الاداء ونفس الشكل اللي هو قدمه النهارده بعد الغياب الطويل ده، وان النادي الاهلي نجح ان هو يخلص له المشكله والازمه بتاعته وبقى مركز فقط لا غير في الملعب، هيكون اضافه قويه لمارسيل كولر. لان كولر من المدربين اللي بيعتمد على الشكل ده في الاداء بتاعه، ان هو دايما اسلوب لعبه بيكون من العمق، قليل قوي اما الاهلي بيلعب من على الاطراف، وفي نفس الوقت هيكون اضافه قويه لمنتخب مصر.